صراحة أنا بالنسبة لي أنا أقول إنه يكون ضمن الثلاثة الأوائل، لأن شفنا التعاقدات الرجاء هالسنة، الوداد انتدابات قوية، الوداد انتدابات الجيش قوية، الأندية المغربية شغالة صح في التعاقدات حتى اتحاد طنجة. نعم، التجهيز للموسم القادم بقوة. لذلك مثل ما شفنا الموسم الماضي كان في حرب في آخر 6-7 نعم جولات صحيح في الدوري جولات. المغربي. نعم. أتصور السنة القادمة راح يكون شيء مماثل. ما شاء الله عليه، والدوري الأول افريقيا وعربيا، الدوري الاول والدوري الاقوى. لذلك نتمنى نستمتع خاصه مع جوده الملاعب وجوده التصوير. تحس ان في تطور صار في الدوري المغربي، مو بس على مستوى الانديه، صار على مستوى البث، على مستوى الملاعب، على مستوى كل شيء، حتى الانتدابات واللاعبين اللي نعم موجودين صحيح. في الدوري المغربي. لذلك اعتقد راح تكون متعه كبيره، يعني يمكن نستمتع اكثر من الدوري المصري. شنو رأيك؟ الدوري المغربي أي. ممكن هي والله صح. بس من سلبيات الدوري المغربي يعني بدون زعل، الحضور الجماهيري عليك ان تكون شويه يعني هادي. شفنا طبعا شغب بعض الجماهير في الموسم الماضي، عقوبات كثيره. ما نبغي تمنع الجمهور في مباراه الديربي مثلا، لا، ركز وتأنى واجلس وشاهد المباراه في مركب محمد الخامس، في مولاي عبد الله، مولاي الحسن، في أدرار أكادير، في فاس، في اتحاد طنجة، في بن سليمان إن شاء الله المرحلة المقبلة، في ملعب المدينة. تكون تشاهد الملاعب بأعلى مستوى. هذه الملاعب مش موجودة في أفريقيا. يقول لك فوزي لقجع ينظم ويخسر. طب هو يجيبكم عشان تشوفون الفرحة والبهجة وتستانسون في الملاعب والبنية التحتية في المغرب والفنادق. تشوفون أشياء متطورة في المغرب، يعني يشجع بروح رياضية. بس باختصار شديد ما ندخل في أمور ثانية عشان كذلك الناس ما تزعل. يعني عبد الله دائما يشد شوية على الطرف الآخر، بس إن شاء الله يعني تمشي الأمور هذه المرة. عموما 15 فريقا تطلق تحدي الصعود إلى المحترفين في الدرجة الأولى. وراشد 15 فريق الآن عدوا العدة اللي طبعا لمباريات مهمة في الدرجة الأولى يوصلون لدوري المحترفين. شاهدنا طبعا معسكر نادي الحمرية مميز في تركيا، مميز النقل في السوشيال ميديا، مميز استقرار فني وإداري، مميز نادي الحمرية. تكلم عن دوري الدرجة الأولى. والله شوف عبد الله، في دوري الدرجة الأولى دائما ما نشاهد يعني ما شاء الله يمكن الفترة الأخيرة تحديات كبيرة بالنسبة للفرق، وخاصة رغبتهم في الوصول للمحترفين. هذا يعطيه انطباع جيد. لكن اليوم الفرق الثانية او اللي تبغي تتنافس على الوصول لدوري المحترفين عليها انها تستقر من ناحيه استقرار فني، وايضا استقطاب اللاعبين اللي انت تحتاجهم، والافكار اللي موجوده عند المدرب على اساس انهم يطبقون الخطه اللي يبغيها المدرب. فاليوم شفنا الحمريه يمكن من الفرق اللي يعني انا اتابع فريق الحمريه بشكل كبير. يمكن الحمريه استقرار فني على مستوى عالي، استقطاب ايضا لاعبين عندهم جوده فنيه جيده. الفريق يمكن يحتاج بعض الاضافات اللي تخليه ينافس بشكل كبير على الصعود، لكن هذا راح نشوفه ان شاء الله في هذا الموسم. وايضا الفرق الثانيه اكيد معذره بشكل كبير لموسم بيكون طويل بالنسبه لهم. ودوري الدرجه الاولى عبد الله احنا يمكن عارفين دوري قوي ما يقل عن بقيه الدوريات الاخرى، لكن يمكن محتاجين دعم نعم. اعلامي كبير. لكن نتمنى نشوف اكثر من فريق مثل ما شفنا الموسم اللي طاف. لكن الموسم هذا نبغي وضوح لبعض الفرق اللي تبغي تنافس. نعم. يعني مثلا العربي يدخل لك فتره ويبتعد، الفجيره يدخل لك في فتره من الفترات نعم. ويبتعد. لكن نبغي نشوف حتى مثل ما يقولون لاخر جوله في الموسم. نعم. عندك اضافه تبغى تقول؟ تفضل. ما ننسى في دوري الدرجه الاولى يعني في انديه اللي هي طالعه من الدرجه الثانيه. نعم. جلف يونايتد، بالم سيتي. هذه الانديه يعني مثال بالم سيتي وجلف يونايتد جابوا لعيبه عالميين على فكره. جلف يونايتد مثل مدربهم انيستا. عندك ماريو بالوتيلي موجود في دوري الدرجه الاولى. الاتفاق اعتقد. اي نعم. في انديه موجوده قاعده تنافس، وممكن تكون حتى يعني انا اشوف ان بالم سيتي مسوي شغل رائع جدا. جلف يونايتد عندهم توليفه حلوه. شفنا لاعبين مثل
طارق احمد، اسماعيل حمادي، لاعبين كانوا موجودين. حبيب الفردان بعد متواجدين كان في الفترة الماضية. لا، حبيب في يونايتد. بس الفترة الماضية أي كان نعم. بالعكس دوري الدرجه الاولى في تطور ملحوظ خاصه بالكوادر. كان راشد عيسى موجود وياهم في العربي، يعني في اسماء كانت موجوده في الفتره الماضيه كثيره. وايد ناصر الحمري. بس احنا كذلك نتمنى، يعني نتمنى يكون في نقل تلفزيوني لمباريات الدرجه الاولى، اللي عنده امكانيات ينقل دوري الدرجه الاولى، دوري ممتع، دوري ممتع، في لاعبين مميزين، في لاعبين مميزين مواطنين وكذلك اجانب. شوف عبد الله، دوري الدرجه الاولى لو تلاحظ يمكن عبد الله ذكر طالب من الفرق، ونست يمكن يعني تو دخل الدوري هذا شويه يحتاج الى مدرب يعرف يتعامل مع المباريات في الدرجه الاولى. يعني طالب عنده مدرب عارف اجواء دوري الدرجه الاولى. الحمريه عنده مدرب اللي هو زلكو عارف الوضع في الدرجه الاولى. هذا المدربين اللي